يسعد مساكم جميعا. أعضاء لجنة التحكيم الكرام، أستاذ راضي، أستاذ أحمد، أستاذ محمد، تحياتي أيضا للجنة المشرفة على إعداد هذا البرنامج الناجح اللي بدأت توصلني الأصداء المشجعة عنه في ليس فقط هنا في عبدان ولكن من معظم الأقطار العربية. أنا بدي أشكركم مرة جديدة على دعوتي إلى هالبرنامج. أنا ضيف شرف ولكن إلي الشرف أنه أكون بهالبرنامج وإلى جانب زميلي وأخي الأستاذ محمد بندر. سألوني قبل ما أجي، سئلت أنه شو سبب مشاركتك؟ طيب ضيف شرف بيجي ساعة، ليش أنت جاي 7 أيام الأخيرة من البرنامج؟ طبعا جوابي كان أنه أنا حبيت زور هذه المنطقة التي أحبها، منطقة عبدان، منطقة الأهواز. ثانيا لأنه عندي شغف في الشعر. ثالثا لأنه عندي عشق لأمير البيان الإمام علي عليه السلام. هلأ رح بتقولوا أنه مسيحي يعشق الإمام. تفضل. التنويه أنه المسابقة تقام في مدينة المحمرة اللي هي خرم شهر المعروفة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني تبعد مع احترامي تبعد أمتار عن عبدان يعني. صحيح. تحية كبيرة لأهالي المحمرة وأهالي عبدان وكل منطقة خوزستان وكل أهلنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذا السبب الثالث لمشاركتي في هالبرنامج هو عشقي لأمير البيان أمير المؤمنين عليه السلام، وأنا لست المسيحي الوحيد الذي يعشقه والذي عاشقه منذ 1400 وشوي إلى اليوم. كثير من الأدباء، من الكتاب، من الشعراء، من المفكرين المسيحيين كتبوا وأشادوا وتغزلوا بعشق عن هذا الإمام العظيم. الإمام علي عليه السلام ليس ملكا للطائفة الشيعية. الإمام علي ليس ملكا للإسلام. الإمام علي قيمة إنسانية عالمية كبيرة. هيك أنا هكذا أرى الإمام علي، هكذا علمنا الأجداد وهكذا علمنا الكبار كيف ننظر إلى هذا الرجل العظيم الذي طبع الإنسانية ببصمته الروحانية والأخلاقية والعلمية والفكرية إلى آخره. بارح قرأت قصيدة لشاعر مسيحي أستاذ جوزيف هاشم، بعتقد أعجبتكم، كانت قصيدة جميلة أنا أعجبتني، ولكن اليوم سأقرأ لكم في بداية هذه الحلقة قصيدة لرجل عظيم من لبنان، لشاعر عظيم من لبنان، هو كبير الشعراء أمير الشعراء يعني الله يرحمه، غادرنا قبل 2 هو سعيد عقل. إذا بتسمحوا لي كم بيت من قصيدته اخترتهم، بس خلوني احط نظاراتي لانه الخط صغير ونحن صرنا فوق 40 يعني ما فينا. يقول: كلامي على رب الكلام هوى صعب تهيبت إلا أنني السيف لم ينبو، ورب جمال رحت ترسم طيفه تصباك كالسيف استجاب له الضرب، وما لغة الأقلام من لغة القنا 2 سألت الحسنى ما الجفن ما الهدب، يذود عن الذمات ليس يبيحها به الشرق مد الصوت فالتفت الغرب. حببت عليا مذ حببت شمائلي، له اللغتان القول يشمك والعضب، بهذاك يعليها بهذا يزيدها أيكبو، ولكن الأصائل لا تكبو. لأشرف من قاسي وأسمح من سخي، تقول على رمل البوادي له حدب، بلاغته الليلاء أس أريكة فكيف بما أبلى الذي وثبه الوثب. هذا سعيد عقل.
بقى شكرا. اخذت من وقتك ابدا أستاذ بس جورج. هلا بدنا نبلش. انت مش هيك؟ انت رب المسرح ورب الشاشه كمان. تسلم. 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 استاذ جورج، نحن بنشكرك كمان على هذه الابيات وعلى وقوفك على مسرح امير البيان. تسلم. شو رايك هلا نحن وياك والمشاهدين والمشاركين بدنا نستقر نتعرف. او نتعرف على نتعرف على الشعراء المشاركين. المشاركين